السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر. اليوم اعلمكم كيفية تحميل لعبة ماينكرافت ستوري مود الجزء الاول، عشان ما فيش حد يقول لي ايه وما بتكملش معايا ليه. فطيب اوكي، تخشوا هنا. اول حاجة يعني بسيط، اوكي تدخل هنا، تستنوا 5 ثواني من موقع اد فلاي. ما تقولوش ليه ما قلتش بتجيب رابط زي الاول. ليه؟ لانه محتاج دولارات، لانه محتاج فلوس. ليه؟ عشان اطور في نفسي. ما تقولوش ليه. ان شاء الله ساعه ما يجي لي الدولارات اللي انا محتاجها بالظبط هخليها من غير اعلانات ولا اي حاجه. بس انا اسف يعني. اوكي بعد التحميل هيجيب لكم هيوصلكم هنا من رفع طبعا. فانا خليت الملف يحمل لكم في ثواني. هو انا كان بياخد معايا وقت، والله العظيم كان بياخد معايا ساعات. خليته لكم بسيط مبسط. خليته لكم يحمل بسرعه. اوكي تروح اول حاجه على دي ستيب. نعم تثبت بقى. اوكي تخش كده، تحدد المسار اللي انت عاوز منه البرنامج يمشي منه، وبعدين نيكست، وبعدين تخلي دول صح نيكست، وبعدين انستيل. هيحمل معاكم لازم ملحوظه، لازم تحطه في ملف فاضي. مثبته طبعا مثبت اللعبه الجزء الاول دي ان شاء الله هبقى اجيب لكم كامله. اوكي لو ما تدخلوش في السي اقول لكم ليه. لو دخلتوه في السي يبقى تروحوا هنا انشاء جديد او نيو فايل او مجلد، تستخدموه تعينوه في مجلد واحد. هتلاقوه كده جايب لكم هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا مش هتلاقوا مدخله جوه مجلد. لا، انت تدخل هنا تتك جديد مجلد، تعين المجلد ده فيه، تحطه مجلد جديد تحطه فيه. اوكي مش اي حاجه كده. اوكي فهو دي الطريقه الصحيحه. اوكي شرح بسيط. فاسف عشان اتاخرت، وان شاء الله هحطلكم هعمل رابط قناه احتياطي عليه، لان عشان ساعه ما عشان لو القناه دي اتقفلت مش عارف يا رب ما يحصل اصلا، يبقى اكون متواصل معاكم وترجع للقناه وتشوفون. فاللي ما قرأش الرساله دي اتمنى اقراها، وان شاء الله بقى احط لكم الرابط في الحلقه واللي بعدها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم عمر.